بعد منها يحصل ضعف تاني في البلد دي للأسف الشديد. سميناه إيه؟ سميناه عصر الانتقال الثاني. بيشغل لك الأسر 13 14 الأسرة 15 مجيء الهكسوس ما نعرفش مين هم الهكسوس دول، ربما جايين من آسيا، جايين من الأناضول، ما نعرفش 100% هم جايين منين، لكن حكموا مصر في الأسرات 15 16 17. ركز لي قوي في 17 ده بسيط، عشان 17 دي مهمة جدا. في أخريات 17 بدأت تظهر عيلة مصرية، والله العظيم لا احنا مطلعين الهكسوس، مش انا اللي بقول، ده العيلة دي، الأسرة دي. ملك اسمه سقنن رع متجوز فضلة خيرك ست مراته إياح حتب. عارف في رمضان مش انت بتقول وحاوي إياه، هي إياحة دي، خد بالك إياح حتب دي هي دي مرات سقنن رع، مخلفة عيلين كاموس وأحمس. الأسرة دي قالت عليا النعمة، احنا مطلعين الهكسوس من البلد دي. الأسرة دي من الصعيد يعني الجدعنة، قالوا لا يمكن الهكسوس يظلوا يحكموا مصر واحنا قاعدين. بدأوا كفاح رهيب جدا من أجل طرد الهكسوس. بدأوا عمنا سقنن رع اشتغل في القصة وحارب ومات في المعارك بتاعته ضد الهكسوس. بعد منه ابنه كامس اشتغل بقوة في الموضوع ده، عايز يطرد الهكسوس، اتكل على الله برضه، مات في سبيل طرد الهكسوس من مصر، لغاية ما أحمس أخيرا استطاع طرد الهكسوس من مصر. ركز كويس، أحمس هو الذي طرد الهكسوس تماما من مصر وأسس الأسرة 18.